لو مرسي ما سابش الحكم كل حريم مصر هتنزل ميدان التحرير وهنلعب لهم زلط ملط، ومعانا بتوع الاداب المحبوسين هنجيبهم معانا لو ما سابش الحكم. وانا برضه بوجه رسالتي، بقول محمد مرسي والاخوان اللي ما سابوش الحكم، الاخوان بالذوق هننزل احنا وبتوع الاداب هنقلع لهم مصطومه بيقولوا علينا اللي احنا بننزل التحريش، احنا هنوريهم رجاله ميدان التحرير وحريم ميدان التحرير هنقلع لهم. شهور ما شفناش اي حاجه، قال ادونا 100 يوم، ال 100 يوم عدوا وزياده، يعني ما عملش اي حاجه. عمل ايه؟ وشغل للشباب اللي عطلان كان معاهم، مفيش شغل، مفيش حريه، مفيش اي حاجه، مش لاقيين شغل الشباب دي. المصانع يفتحوها، المصانع يفتحوها، شوفوا الشباب ده عاوزين شغل للشباب يتجوزوا. هو بس يأجر ما يفتحش الخطه اللي الساعه 6000 دولار كمان كلها منين؟ هو لسه بقى 30000 جنيه 38000 شنيعه، والمشير طنطاوي يطلع والع وسامع عنان كله، وحسني مبارك ان شاء الله كده يفتحنا على سنين، وعلاء مبارك يموت ماتش شنيعه، وجمال مبارك يموت ماتش شنيعه وشوزان وكل الحراميه، لا كل العود، لا ما هم كلهم هي منظومه واحده. حسني مبارك مع المشير مع الاخوان هم جابوهم لنا عشان يعملوا لنا كارت ارهاب، احنا ما بنخافش، الشعب المصري مبطل يخاف، الشعب يريد اسقاط النظام وحزبنا الله ونعم الوكيل في الجامعه تطلع والع، انت وعيالكم مراتك اللي عملتوها شرم الشيخ يمكن نعمل لهم زي حماده وناكلهم في الارض، حرتهم راحتهم، نقلع لهم وقت ونتمنى على اجتناب هم لو الاخوان ما مشيتش احنا هنقلع لهم زلط ملط في الميدان وما بيهمناش، وهنفضل وراهم هنجيب لهم بتوع الاداب، هنجيب لهم ستات الاداب لاخر نفس في عمرنا، مش هنمشي وهنقلع لهم زلط ملط في الميدان. شوفوا احنا بيتحرشوا بينا، احنا هنوريهم رجاله من جامعه التحرير، احنا مش رجاله مش حريم، لا ده احنا فعلا رجاله، وهنوريهم رجاليتنا صح، هنقلع لهم زلط. من اللي محبوسين اللي في الاداب هم دول ينفعوا 100 100 في التحرير، هنطلعهم هم واخدين على كده خلاص، هنجيب لهم الستات اللي يعني انتوا ممكن تعروا في الميدان لو مرسي ما سابش الحكم؟ ايوه لو مرسي ما سابش الحكم هنعمل كده، وهنطلع بتوع الاداب هيقلعوا لهم زلط ملط في قلب الميدان، هم واخدين على كده اصلا. احمد انا خدوني اعتقلوني الايام اللي فاتت، قعدت. ايه سبب الاعتقال؟ يعني خدوكي منين؟ ماشيه وثلاثه جم عليا متسلحين برشاشات وخدوني وقفت لهم معايا، فراحوا شايليني ضربوني من شعري، راحوا مطلعيني عماره زي بلوك كده زي مكاتب، فضلوا يضربوا فيا ويعذبوني انا والشباب اللي كانت. ما عرفتيش هويتهم؟ ما عرفتيش هم مين؟ ما كنتش عارفه، بس انا قلت دول مباحث، بس لما طلعت فوق بقى لقيتهم معبين من الكوف بنزين، ولقيت معاهم اسلحه ومطاوي، انا قلت دول عصابه مش ولد، مش ولد بيجرجروا فيها، وربطوا عينينا، فانا كنت مجنونه خايفه، حاجات انا ما شفتهاش قبل كده عمري، فداري انا مش فاهمه، وفي الفاظ وصلت كده اتقالتني واتهنت جدا، وفجاه برضه ربطت الشريطه ونازله بفك الشريطه دي من على وشي، لقيت نفسي في عربيه رايحين وبيعورونا يودونا سجن مش عارفه فين اصلا، هو كان ليه، وبعدين في الاخر عرفت نفسي ان انا دكتوره، انا لوحدي في الشباب كلها ما كانش في بنات خالصه وانا بس، كنت في عنبر لوحدي وجابوا شباب متبهدله وبالبوكسر وبيقلعوهم وبهدلوهم بهدله جدا. الشرطه بمعنى تبقى صح بلطجيه اكتر من الاول، هم بقى اذا كان شرطه وهم معاهم اخوان، احنا بقى اوسخ من الاول على فكره، انا صعب ايه الشباب اللي يتحرشوا بيها والبنات وايه ادبهم، وعلى فكره يمكن في عصر مبارك ما شفناش كده، احنا مش بنقول مبارك كويس، بس احنا بنقول في عصر مبارك ما كانش في كده، هم بيتاجروا باسم الدين، هم لا الاخوان والسلفيه لا يعرفوا ربنا ولا يستخدموا احنا يا رب في الجماعه، مش حاجه اسمها ربنا، دول بيتاجروا باسم الدين، وهم لو ما سلموش الحكم ما سابش الحكم محمد مرسي، احنا هننزل الميدان وهنلع حدودنا. ده تهديد لمرسي،